طيب يا حلوين، البنزين حق سيارات السباق هل هو بنزين عادي 95 او 93 او 91، ولا بنزين هاي اوكتين؟ يعني مثلا الاوكتين فيه 105 110 115 116 120. شوف يا شباب، الاوكتين هو عبارة عن مقاومة البنزين للانفجار، بمعنى كل ما زادت نسبة الاوكتين كل ما يحافظ لك على الماكينة انها ما تخرب عليك وقت السباق. تمام، كل ما زادت نسبة الاوكتين كل ما تقدر تزيد الشرارة وتقدر ترفع بوز زيادة. طيب، البنزين الرياضي يا شباب الاوكتين فيه من 105 وانت طالع 105 110 116 120. تمام، وفي عندك الكحول وعندك ايثانول وعندك ميثانول. تمام، وعندك نيترو ميثان. الان حوريكم منتجات يا شباب تزيد لكم الاوكتين على البنزين العادي حق المحطات. حوريكم الان المنتجات. شوفوا يا حلوين، من احد المنتجات اللي يزيد لك نسبة الاوكتين هذا اوكتان بوستر. شايفين؟ يزيد لك الاوكتين من 95 ل 104 بلس. طبعا اقرا التعليمات اللي عليه لما تشتري اي منتج من المنتجات هذه قبل ما تحطه في سيارتك. اقرا كل التعليمات تمام عشان ما تجيب العيد. بس هذا يزيد لك نسبة الاوكتان او الاوكتين في سيارتك. شايفين؟ واضح؟ طبعا ليش وريتكم اليوم يا شباب الاوكتين بوستر اللي يرفع لك نسبة الاوكتين في البنزين؟ لانه في سيارات جاية من المصنع تمام مخصصة على بنزين 98 رون نمبر اللي هو ريسيرش نمبر. تمام، البنزين ال 98 هذا يا شباب موجود فين؟ موجود في اوروبا وموجود في الامارات. تمام، اللي هو بنزين 98 اوكتين. فهي الفكره فين؟ عشان تحصل على احسن بيرفورمانس مثلا في بورشه، قول مثلا 911 تيربو. تمام، هي مخصصه على بنزين 98. تمام، والكمبيوتر اذا ما لقى بنزين 98 ايش حيسوي؟ حيقلل لك البرفورمانس شويه، حيسمع شويه ازعاج في الماكينه، فحيعمل لك الريشمنت للانجن او حينزل لك التايمنج. علشان ايه؟ علشان يحافظ على عمر الماكينه وشغلك هي على بنزين 95 او على بنزين 91 او 93 او وات ايفر. بنزين امريكا 93 يعادل بنزين رون 98 في اوروبا وفي الامارات. فهي الفكره فين يا شباب؟ انت لما تعرف انه عندك حاجه يسموها اوكتين بوستر تمام، وفي ماركات مره محترمه تقدر تحطها في سيارتك، وش اللي حيصير؟ حترفع نسبه الاوكتين من 95، حتصير نسبه الاوكتين كم؟ 98 او 100. بهذه الطريقه حتحافظ على الانجن. هذه نقطة. النقطة الثانية، حتقدر تدخل سباقات وانت مطمن على سيارتك، لانه سيارتك حتكون بافضل اداء، وباذن الله ما فيها نوك او ديتونيشن، او ما يحتاج لك انك تسوي لها اعادة برمجة، بحيث انها تكون في السيف سايد. يا شباب في شغلات بسيطة كده نحن قاعدين نعطيكم التركات، عارفين؟ قاعدين نعطيكم التركات اللي هي زي ما يقولوا ايش، حاجات كده خفايف انك تسويها في سيارتك قبل ما تدخل سباق او قبل ما تطلع الاداء الافضل، خاصة دحين مع الاجواء الباردة. تمام، اذا انت ما انت عامل برمجه، ما نزلت التايمينج، ما نزلت الباور شويه حق بلادها. تمام، لانه السياره اساسا جايه مبرمج على بنزين 98. تمام، وكل مره تعمل ريسيت للبرمجه حترجع السياره تفتكر انه البنزين حقها كم؟ 98. الين ما يصير نوك ديتونيشن او بري اجنيشن في الانجن. تمام، حيفهم الكمبيوتر ان البنزين اللي موجود 95، فيقوم ايش يعمل لك ريتاير للتايمينج، ويعمل لك الريشمنت عشان يقلل لك الباور شويه ويخلي السياره في السيف سايد. فانت في الحاله دي اذا تبى الباور كامل ايش حتسوي في الحاله دي؟ حتروح تاخذ اوكتين بوستر تمام، وتعمل ريست لكمبيوتر السياره بطريقه ما، في الوكاله بنفسك بالبطاريات بطريقه ما. اهم شيء ترجع الاعدادات الاساسيه حق المصنع وتحط الاوكتين بوستر في التانكي. وش اللي حيصير؟ حتاخد الهورس باور اللي جاي من المصنع. اللي جاي من فين؟ من المصنع. قالوا لك 550 حصان 650 حصان، حتاخدها كامله انه بنزينك فعلا 98 او 100 اوكتين، وانت حتكون مطمن على الماكينه. واضحه الفكره يا شباب؟ ففي حلول رخيصه. الاوكتين بوستر مره رخيص، بدل ما تشتري بنزين رياضي وتقعد تمكسه، تقدر تاخذ اوكتين بوستر براند محترم. تمام، وتقرا التعليمات اللي عليه انه متوافق مع السياره، متوافق مع الدايركت انجكشن. في نقطة أخيرة بقول لكم عليها يا حلوين، في مادة اسمها MTBE. هذه المادة لو موجودة في الأوكتين بوستر أو موجودة في البنزين الرياضي، وكانت بخاخاتك 2000 سي سي أو 1700 سي سي أو 2400 سي سي من بوش. تمام، هذه البخاخات أساسا تدعم ايثانول وميثانول والشغلات هذه، وما هي مخصصة للمادة دي MTBE. حتذوب الانترنالز اللي هي المواد الداخلية او المكونات الداخلية حق البخاخات، وحتسوي لنفسك مصايب زرقاء، مشاكل زرقاء. انا اقول لكم الكلام ده تمام لان هذه معلومات خطيرة جدا، معلومات حساسة جدا. اذا بخاخاتك بوش كبيرة 1900 2000 سي سي 1700 سي سي 2400 سي سي، تمام، انتبه انك تحط اي مادة فيها ام تي بي اي. فتح عيونك.
فتح عيونك من جد، اقرا ايش مكتوب على العلبه. MTBE ما تنحط مع البخاخات الكبيره. انا اقول لك المعلومه دي لانه المعلومه دي جدا حساسه. خليك مفتح.